مساكم الله بالخير وحياكم الله. بداية حلقة جديدة من برنامجكم أكشن يا دوري على MBC أكشن وإذاعة MBC FM. 24 ساعة مضت على الكلاسيكو العظيم اللي يقيم أمس بين الاتحاد والهلال، وفاز فيه الهلال ب3 أهداف مقابل هدف واحد. انتهى الكلاسيكو بما كل ما فيه، بس أتمنى يعني شفت ردود الفعل اليوم سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أصلا أو الأشياء اللي وصلتنا أمس في نقطة نظام. أولا نعتذر للإخوان المشاهدين اللي ارسلوا لنا أمس في نقطة نظام، يعني بعد بداية الحلقة بحوالي 3 دقائق 4 دقائق تعرض السيستم لعطل كبير بسبب الترافيك العالي وبسبب الضغط الكبير اللي كان أمس يمكن حلقة تاريخية ما في مر علينا بنقطة نظام هذا الحجم من الضغط. يعني عادة يوصلنا 500 800 900 ألف مقطع، أمس العدد تجاوز كسر 20,000، فبالتالي السيستم توقف. فنعتذر للإخوان المشاهدين اللي ما قدرنا ما عرضنا شيء أمس، يعني دوب عرضنا فقرة أو فقرتين، فكان كثير من الجمهور عنده رغبة في إبداء تعليقاتهم بعد المباراة الكبيرة. هذه واحد. اثنين، كثير كان في دروس أخلاقية بين الجمهور أمس. مباراة انتهت في وسط الملعب، بيجي واحد يقول لي والله يا أخي اللاعب الفلاني المفروض كان يتوقف، طب ما زملاء ما راحوا له، طب الجمهور رمى استفزهم، ما الجمهور كان يرمي قبل الحادثة، والله القضية وما فيها. الاتحاد كان مشحون، كان يريد تحقيق هذا الفوز ليذهب إلى المنافسة على البطولة، وبالتالي كان عليه ضغط كبير اللاعبين. لما كان تقدم وجد تعادل وبدأ يفقد المباراة ثارت أعصاب اللاعبين، فهذا اللي كان صار. فبالتالي على الاتحاديين يطلعوا من القصة هذه. في البعض يريد أن يعيش الاتحاد داخل دوامة وبكائية، لا، أنت عندك نهائي ركز فيه. لو استطاع الاتحاد أن يخرج هذا الموسم بمنافسة حقيقية على بطولة الدوري للحظات الأخيرة، بتحقيق بطولة محلية سواء يعني الكاس، فأعتقد أن هذا موسم جدا متميز لنادي الاتحاد. مجرد أنه يوصل للنهائي هذا موسم جدا كويس. لو راجعنا ايش كان الاتحاد في الموسم الماضي. على الجانب الاخر الهلال امس كان فريق جيد، يعني فريق جيد فنيا. صحيح ردة فعل المباراة كانت الاعصاب الان لا تزال حامية، بس قضيتكم لا كان لاعب الهلال ادواردو ولا قضيتكم ما قاله عادل التويجري. قضية خسرت المباراة خسرها الاتحاد وفاز فيها الهلال، وبالتالي كانت هناك امال كبيرة محمل على نادي الاتحاد أن يفعل لإيقاف هذا الفريق الذي يتقدم ببطولة الدوري. ألف مبروك للي فاز وهارد لك للي خسر، ولا هي آخر مباراة. ياما الاتحاد فاز على الهلال، وياما الهلال فاز على الاتحاد، وياما الاتحاد راح يفوز على الهلال، وياما الهلال راح يفوز على الاتحاد. هذه مش آخر مباراة في كرة القدم السعودية. نبدأ الحلقة مع العناوين. الاتحاد يطالب عادل التويجري بالاعتذار، وعادل يرد بتغريده. نواف يرفض الفوقية مع مدرج الزعيم، رصيدنا المشجع. ورئيس الهلال يتحدى وجود مفاوضات للقطرية، إشاعة ليس أكثر. وإيقاف 4 اتحاديين بسبب الهلال، و13 إيقاف في الجولة 21. ولجنة الانضباط تجتمع الثلاثاء وغرامة كبيرة ضد العميد. حياكم الله من جديد في اكشن يا دوري على MBC اكشن واذاعه MBC FM. نتائج استفتاءنا امس: كيف فاز الهلال على الاتحاد في كلاسيكو الجوهره؟ 62% من المصوتين يقولون ابداع الهلال، 19% اخطاء الاتحاد، 3% خطه الدياز، و16% اخطاء التحكيم. وبهذا ينتهي هذا الاستفتاء. استفتاءنا الجديد اليوم يقول: كيف يمكن ايقاف رمي المقذوفات داخل الملعب بعد انفعال الجمهور؟ 1. منع دخول المياه. 2. عقوبات صارمة. 3. ضبط انفعال اللاعبين. 4. حلول أخرى. يا ليت تشاركونا في الاستفتاء هذا وعلى موقع action.net/دوري، الموقع الرسمي لبرنامج اكشن الدوري، واللي يظهر أمامكم الآن على الشاشة. رحب اليوم ضيفي وضيفكم الزميل العزيز والإعلامي القطري الكبير
الأستاذ خالد جاسم. حياك الله أبو جاسم. الله يحييك يا أبو بدر، يا مرحبا ومسهلا واتشرف أن أكون معك. زميل عمر ومهنة حبيب قلبي. 20 سنة وأكثر. أي 20 سنة؟ خلنا نكبر. لا خلنا نكبر. 15 طيب. لا 14 20 2 3. خليك كبيرة. خالد، أول شيء نرحب فيك وشكرا لقبولك الدعوة. طبعا أنا بالموت جبته، يعني هو جاي زيارة لجدة فوافق أن يطلع معنا جزء من الحلقة، ما راح نأخرك. بارك الله فيك. شفت الكلاسيكو أمس؟ شفته واستغربت من كلمتك كلمة كلاسيكو عظيم. وما كان كلاسيكو عظيم أمس، هو الكلاسيكو صحيح بس كان كلاسيكو انفلات ونرفزة وضرب وكذا، يعني ما كان أصلا المستوى اللي احنا نتوقعه. وفي نفس الوقت العاقل يقول لك هذا طبيعي، يعني في النهاية اللقاء مشدود بين الهلال وبين الاتحاد، أكيد في صراع على المنافسة وطبيعي يعني. ففي النهاية أنا أشوف أن الكلاسيكو كان كلاسيكو انفلات ونرفزة كثيرة كانت، وبالذات بعد ما جاب الهلال الهدف تعادل. يعني لغاية ما كانت المباراة 1-0 للاتحاد كانت الأمور سليمة، في شدة بسيطة بس من جابوا التعادل لا، صار كلاسيكو انفلات رسمي. في رايك المشكله وين؟ يعني ضبطها كيف كان المفروض الحكم مثلا كان متساهل، اللاعبين ما ساعدوه، لا. الجمهور كان متوتر ام ماذا؟ شوف وليد، اول شيء الحكم لم يرتكب اي خطا فني في المباراه او حكم انه والله انا اليوم كنت مع فريق ضد فريق، ابدا. هذا الحكم اللي جاي عندنا في الخليج هذا ملياردير، مش مليونير، ملياردير. هذا واحد. اثنين، لربما انه هو ماخذ بعض البطاقات او موقف حازم بدايه المباراه، لربما شوي ساعد على الانفلات، لربما. بس حكم من افضل حكام العالم هذا. طيب نترك الحكم، اجل وين المشكله كانت؟ ما في مشكله، كانت نرفزه بس. اللاعبين ما ساعدوه؟ متحدين بعض وبينهم، تعرف انت وليد انت اكثر مني يعني. تحدي بينهم قوي بين نادي الهلال ونادي الاتحاد، قلت لك وفي منافسه شرسه، والمهندس بعشان ظاهر قبل كم من يوم وتصريحات عنده، وفي نرفزه في نادي الاتحاد اصلا قاعد يعيشون زوبعه هاليومين فيها مشاكل كبيره، مشاكل فيفا وخصم النقاط ومشاكل من داخل النادي ولوب النادي. ضغوط يعني تجي في ضغوط كبيره، في ضغوط كبيره، وفي النهايه هذا انسان اللاعب ترى بيتاثر قدر المستطاع بيتاثر. وجود قائد في الاتحاد، قائد في الهلال، كان ممكن والله يكون له تأثير. شفتهم البارح، شفت ياسر القحطاني وتأثيره القوي، دخوله، شفت الأمير نواف بن سعد، شفت المهندس بعشن ودخوله، كلهم دخلوا. ترى على فكرة لو ما دخلوا هالناس كانت ممكن تصير مصيبة أكبر أمس. كان راح يصير انفلات. تقصد اللي بعد الهدف الثالث ولا قبلها؟ لما صار الاشتباك. صدقني لو ما دخلوا هالناس كانت راح تصير مصيبة كبيرة. اليوم صدر بيان من مجلس إدارة نادي الاتحاد يقول لك يؤكد مجلس إدارة نادي الاتحاد تقديره واعتزازه بروح الاتحاد، جماهير النادي العظيمة التي كانت ولا زالت الرقم الصعب والنموذج المضيء في تاريخ الرياضة السعودية. وعليه فإن مجلس الإدارة يرفض جملة وتفصيلا ما صدر من الإعلامي عادل التويجري من إساءة تجاه جماهير النادي في برنامج أكشن يا دوري مساء أمس الأحد، ويطالبه بتقديم اعتذار عبر البرنامج الذي يقوده الزميل القدير وليد الفراج، والذي نكن له كل تقدير واحترام. شكرا. ونؤكد لجماهير نادينا الغالية والأكثر تأثيرا في تاريخ الرياضة السعودية اعتزازنا بها وبدعمها الدائم وبمؤازرتها لناديها عميد الأندية السعودية، والله ولي التوفيق. طبعا اللي ما شاف امس ايش صار في البرنامج، نشوف الجزء اللي كان عليه الجدل في قضيه عادل التويجري الناقد في برنامج اكشن الدوري، وتحدث عن عن جزء من جمهور الاتحاد بعد رمي المقذوفات داخل الملعب. نسمع الجزئيه هذه مع تقديرنا واحترامنا لكل انصار نادي الاتحاد وكل الانديه السعوديه. بدر، المشاهد اليوم شفناها حقيقه ليست جيده، مشاهد سيئه جدا، ولكن ليست على كل جماهير الاتحاد. صحيح. هذه بعض الجماهير ولا تعبر. مشاهد مشينة، نعم، عربجة في الملعب. لا بلاش تقول عربجة، بلاش عربجة. العربجة هذا أسلوب، هذا العربجة، يعني العربجة هذه لغة، هذه اللغة المفروض انك انت ما تقولها يا اخو عادل. يعني لا اقر الكلمة، انا ما عجبتني، اوكي، لكن هو يتحدث عن جزء من الجمهور، لكن بالتاكيد احنا ما نقر هذه الكلمه حتى وان كانت قاسيه، حتى وان كانت في سياق قيام بعض الجماهير برمي مقذوفات الملعب، لكن لا نقرها. نشوف الزميل عادل التويجري غرد في حسابه الرسمي امس بعد البرنامج
وبعد نقاش صار بين أسرة البرنامج والزميل عادل التويجري، ومشكورا تقبل الفكرة. قال: أحترم وأقدر كل جماهير العميد، تصرفات بعضهم كانت مشينة، وصفي كان للتصرف لا للأشخاص، ومن حملها بغير ذلك فاعتذاري من الجميع. خالد جاسم، أنا أبغى رأيك، أنت شخص محايد على الأقل من خارج البلد، على الأقل شايف المشهد، رأيك أنا بس ما أحبك تقولي من خارج البلد، أحب أنك تقول واحد من نوفينا. أكيد من نوفينا أكيد، بس يعني على الأقل في نظر الجمهور أنت أقل ارتباطا بالحساسيات. ما راح أكون سعودي أكثر منك. طيب. أو سعودي أكثر منهم، لكن شوفوا بدر، أنا مع الاعتذار اللي قام به التويجري، وأنا أقول بيض الله وجهه أنه اعتذر، لأن بالفعل الناس خذوا هذا المنحنى والكلام بشكل أكبر، وكان ممكن الموضوع يكبر. بس أنا مع كل احترام وتقديري حق إدارة نادي الاتحاد، مش من الأولى الحين التركيز على النهائي مع نادي النصر في نهائي كأس ولي العهد. مش الأفضل الحين أن أنا ألملم جروحي وأسكر على نفسي الباب وابتدي أفكر وأركز على هذا النهائي الأهم. كلمة كبيرة طلعت من تويجري، وأنا على فكرة أختلف مع الكلمة اللي قالها، ولا حتى أحب أن أتلفظ فيها، وأنا معك. ولكن هو قال في النهاية هي للأفراد. هو اللي صار على فكرة جمهور الاتحاد جمهور كبير، جمهور عظيم، جمهور يملي الأمة كلها، ما نختلف، جمهور الشعب يسمونه. لكن في نهاية المطاف بعض من الأفراد اللي للأسف أساءوا لكيان الاتحاد، علينا الوقوف عندهم ونقول لهم اللي سويتوه عيب. بس أنا أقول لك مرة ثانية، وليد، في ناس من نادي الاتحاد أو من اللي ينتمون للاتحاد يبي يذبحون روح الاتحاد، يبي يغتالونها. لا تعطونهم فرصة. لا تعطونهم. شوف، نادي الاتحاد طول ما احنا نعرف الرياضة السعودية نعرف أن الاتحاد يتباهى بروح الاتحاد، بقوة الاتحاد، بحب الاتحادية، وحدة الاتحاد اللي هي الروح في النهاية. اليوم بدينا نسمع، وما راح أقول من عندي، أنا قاعد ألف من عندي. اليوم لما يطلع رئيس نادي الاتحاد باشمهندس بعشن ويقول والله أنا عندي الشخص وأعرف الشخص وراح أذكر اسمه في المرة القادمة من يبي يدمر الاتحاد وغيره، مش وقته يا سيدي الفاضل. أنت عندك مشاكل في النادي، عندك مشاكل، أنت نادي كبير، وراك أمة تفرح وتزعل، فراح أسوي المستحيل أن أفرح الأمة اللي وراي. فبلاي أنا أفكر في إنسان والله هذا راح يعمل لي مشاكل، أو الشخص الثاني اللي بيدمر الاتحاد. أنت اشتغل واعمل واترك الباقي على الله سبحانه وتعالى، وجمهورك فاهم وواعي يفهم.